أعلنت المفوضية الأوروبية أن المهاجرين القادمين من المغرب وتونس ومصر من غير المرجح أن يحصلوا على حق اللجوء في أوروبا نظرا لوضع دولهم ضمن قائمة تضم 7 دول صنفت بالآمنة، مما يتطلب تسريع النظر في طلبات لجوئهم حتى يمكن إعادتهم إلى أوطانهم بشكل أسرع. وفي هذا السياق قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن تسريع معالجة طلبات اللجوء لن ينتقص من حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للاجئين. المفوضية الأوروبية تضع المملكة المغربية ضمن قائمة الدول الآمنة لتقلص بذلك فرص منح اللجوء لمواطنيها، وتشمل القائمة إلى جانب المغرب كل من مصر وتونس، إضافة إلى كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة التي لا تنطبق عليها شروط اللجوء، وبالتالي تسريع عملية إعادة اللاجئين إلى ديارهم. نعمل على تبسيط معالجة طلبات اللجوء وتسريعها، لكننا لا ننتقص من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. إن تصنيف بلد المنشأ كبلد آمن لا يضمن السلام لجميع مواطنيه. بموجب قانون الاتحاد الأوروبي يتعين على الدول الأعضاء إجراء تقييمات فردية لكل طلب لجوء على حدة مع مراعاة جميع الضمانات الإجرائية. دول عديدة في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك الواقعة على سواحل المتوسط، وضعت مفهومها الخاص لدول المنشأ الآمن في ظل غياب قائمة موحدة على المستوى الأوروبي، ما شجع طالبي اللجوء لاستهداف دول أكثر مرونة دون غيرها. قائمة دول المنشأ الآمنة للاتحاد الأوروبي قائمة ديناميكية، ما يعني إمكانية توسيعها أو مراجعتها بمرور الوقت، كما يمكن تعليق عضوية بعض الدول في القائمة أو إزالتها منها إذا لم تعد تستوفي معايير تصنيفها كدول منشأ آمنة. قبل نحو عام أقرت دول الاتحاد الأوروبي إصلاحات شاملة لنظام اللجوء تهدف إلى حل قضايا أدت إلى انقسام الدول 27 بعد تدفق أكثر من 1,000,000 مهاجر إلى أوروبا عام 2015، معظمهم فروا من الحرب في سوريا والعراق. يبقى أن القواعد الجديدة بحاجة لموافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو حزيران عام 2026. للحديث أكثر عن هذا التطور ينضم إلينا من استديوهاتنا في برلين عبد الرحمن عمار، الصحفي المختص بالشأن الألماني. عبد الرحمن، ما هي تفاصيل هذا القرار ومتى سيبدأ العمل به؟ نعم فلاح، اللائحة المعلنة هي لائحة أولية ستضاف إليها الكثير من الدول. ولماذا الدول المذكورة كتونس، المغرب ومصر؟ لأن هذه الدول وقعت اتفاقيات ثنائية مع المفوضية الأوروبية وستحصل على أموال من الاتحاد الأوروبي. هذا القرار طبعا سيحتاج إلى موافقة برلمانات وحكومات كل دولة عضو في الاتحاد ليدخل حيز التنفيذ في السنة الماضية بعد أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي. نعم، كل هذا جاء بعد ضغوطات كثيرة على البلدان وعلى البلديات، لأنها تقول لا تتحمل هذه الأعداد الكثيرة من اللاجئين، خصوصا أن الفئات التي تأتي من هذه الدول تصنف ضمن طالب اللجوء لأسباب اقتصادية، وأيضا تحت ضغط التيارات اليمينية المتطرفة التي وصلت إلى الحكومة في الكثير من البلدان أو حققت نتائج كبيرة. توجه لهذه اللوائح انتقادات. تغيب فيها دول أخرى، مثلا الجزائر غائبة، يربط البعض ذلك بملفات حقوقية على رأسها ملف بوعلم صلصال الكاتب الفرنسي الجزائري المعتقل، وهذا أحد الأدلة بالنسبة لمعارضي هذه الاتفاقيات بأن الحريات وحقوق الإنسان لا تحترم في الكثير من الدول التي صنفت آمنة. وبالتأكيد ستكون لهذا القرار تبعات. كيف سيكون تأثيره على سياسة اللجوء في ألمانيا؟
أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية هي سياسية ألمانية، وهناك من قرأ القرار بأنه دعم من رئيسة المفوضية الأوروبية لفريدريش ميرتس المستشار الألماني القادم المعروف بانتقاده للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل وسياسة الترحيب. والاتفاق الحكومي الحالي يتضمن تصنيف أيضا هذه الدول على أنها دول آمنة، سيتم دعمه من طرف الاشتراكيين باستثناء شبيبة الحزب الاشتراكي فلاح. هناك شبه إجماع من طرف كل الأحزاب باستثناء الخضر واليسار على عدم دعمه. سيتم تمريره أكيد، وبمقتضى هذا القرار سيصير من الصعب جدا على القادمين من الكثير من البلدان كالمغرب كمصر كتونس الحصول على طلب اللجوء. منظمة بروأزول تنتقده كذلك لذات الأسباب كما هي الحال في دول الاتحاد الأوروبي، بأن مثلا مثليو الجنس الملحدون منتقدو الأديان وأيضا المعارضون السياسيون قد لا يكونون في مأمن في حال تم ترحيلهم. أيضا قد يسرع ذلك، سيتم تسريع البت في الطلبات دون أن يعطى لكل ملف فردي حقه في الدراسة والفحص. نعم، شكرا عبد الرحمن عمار الصحفي المختص بالشأن الألماني، كنت معنا من استديوهاتنا في برلين. كما يسعدني أن أرحب في الاستوديو بالمحامي والخبير في القانون الدولي والمتخصص بقضايا اللجوء الأستاذ صبري الحو. مرحبا بك معنا. على أي أساس يعني يصنف الاتحاد الأوروبي هذه الدول على أنها آمنة؟ الاتحاد الأوروبي يضع لبلدان الاتحاد مهلة وميسرة من أجل إدراج مجموعة من الدول ضمن الدول قائمة الدول الآمنة، وهنالك معايير حددها الاتحاد الأوروبي من أجل ذلك. من بين هذه المعايير والمؤشرات أيضا ما يتعلق بعدد طلبات اللجوء المسجلة والتي تتم تؤول من دولة معينة، بحيث أن مجموعة من الدول في شمال إفريقيا من بينها المغرب ومصر وتونس هي الدول التي تسجل أدنى مستوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي مقارنة مع باقي الدول. هذا هو المؤشر الأول. المؤشر الثاني هو الأمن والاستقرار في تلك الدول، بحيث أنه إذا لم يكن هنالك أمن والاستقرار يتم هنالك لجوء وهجرة بأعداد غفيرة. والاتحاد الأوروبي يعتمد أيضا على هذا المظهر الذي يعطيه كل دولة على مستوى الاستقرار السياسي، على مستوى عدم وجود حروب أهلية وعدم التي تؤدي في غالب الأحيان إلى الاضطهاد، وهو ما يجعل الفرد يلتمس الحماية في دولة أخرى. إذن ومعيار الأمن والاستقرار هو المعيار الأول. إضافة إلى هذا المعيار يعطي آليا وحتميا بالنسبة للاتحاد الأوروبي يظهر على مستوى عدد طلبات اللجوء المسجلة لدى كل دولة على حدة. الآن ما التبعات القانونية لهذا التصنيف بالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من المغرب وتونس، وإذا كان لديهم ما قد يعرضهم للخطر في بلدانهم؟ أكيد أن هنالك خلفيات وأبعاد تحكم هذا القانون الذي يعتبر هذه الدول تدخل ضمن الدول الآمنة. قد يبدو من الوهلة الأولى أن هذه إدراج دولة ضمن قائمة وجدول الدول الآمنة قد يعطي انطباع أن هذه الدولة تحث مثلا مواطنيها على السياحة في تلك الدولة، أو على أن الدعوة إلى الرأس المال الألماني من أجل التوجه للاستثمار في تلك الدول، ولكن ليس هو الخلفية الحقيقية التي تحكم سر هذا القانون، بقدر أن طلبات اللجوء التي تأتي من تلك الدول لأسباب الاضطهاد أو بأسباب معينة يتم رفضها وعدم قبولها بالنظر إلى كون الأساس والسبب والمبرر الذي يحكم طلب اللجوء
هو السعي من أجل الحماية في بلد ألمانيا. وبالتالي إذا كانت هذه الدول آمنة وبالتالي فإنه يختفي ويغيب المبرر الأساسي من اللجوء الذي هو الحماية. وبالتالي أعتقد بل أؤمن جازما أن الطلبات التي تؤول من اللجوء سواء من المغرب أو مصر أو تونس وغيرها من الدول التي صنفت بأنها آمنة سيتم رفضها بسرعة فائقة ولم تعطى لها العناية اللازمة بعد. طيب، ألن تكون هناك إمكانية للاعتراض على هذه القرارات في حال الرفض؟ نعم، دائما تكون هنالك حق النقد وحق الاعتراض عن طريق آليات القضاء إذا كانت هنالك أسباب جدية تجعل أن الفرد يسعى ويستحق الحماية، بالنظر أيضا إلى كون اللجوء مسطرة اللجوء هي شخصية وفردية ولا يتم البت فيها بشكل جماعي. وبالتالي فإن مبرر أن دولة الأصل هي دولة آمنة لا يلغي حق الفرد في الاعتراض على هذا القرار أمام السلطات القضائية في ألمانيا أو حتى أمام المحاكم الأوروبية، باعتبار أن المحاكم الأوروبية أصدرت مجموعة من القرارات تعطي الحق في اللجوء لبعض الأشخاص الذين يستحقونه، لأنه هذا المبرر إذا كان يتم إطلاقه بصفة عامة فإنه لا يلغي تفريد الطلبات والبت في الطلبات بصفة شخصية بعيدا عن المبدأ العام. شكرا لك المحامي والخبير في القانون الدولي والمتخصص في قضايا اللجوء الأستاذ صبري الحوم. شكرا جزيلا لكم.